حكاية اليوم ماشي بحال كاع الحكايات. الحكاية ديال اليوم واحد البنت تسمات عليها بنت الليل، واخا هي ما كانتش ناوية انها تكون بنت الليل. غنبدا لكم الحكاية مع البنت اللي كتقول: انا سميتي لبنى، هذا الاسم ديالي الحقيقي والاسم اللي معروفة به هو سارة. انا كنت بنت دارنا وعائلتي ناس ميسورين ومهلين فيا، نقولوا عائلتي كانوا لاباس عليهم. عندي 2 خوتي صغار، انا الكبيره فيهم، عندي 24 عام دابا. كنت كنقرا مزيان وكنت ديما مهليه في راسي بحكم ماما وخوالاتي رباوني على هكا. راكم عارفين، ديما الصالونات، ديما الصونا، مهليه في راسي من كل شيء. ايوا بابا كان عنده واحد الشركه، كان مشارك مع صاحبه، دازو سنين وحنا مبرعين ما حاسينش اصلا اشنو هو الفقر. كانت حياتنا زوينه بزاف، كل مره سفر البلاد، وكان بابا كيقول لي غادي نصيفط بنتي تقرا في الخارج، خاصها غير تشد ليا الباك. انا كنبقى غير نضحك وكنقول الباك ايوا غير الباك راه ساهله بابا غادي نشدو. ايوا ملي كنشد الباك غادي يجي النهار اللي غادي حياتي غادي غتبدل 180 درجه. بابا شريكو نصب عليه وداليه كاع الفلوس، داليه الفلوس من الكونط بانكير حيت كانوا مشاركين، حتى الكونط ديال البنكه خلى ليه شيكات كتار في عنقه. بابا ملي ساق الخبار جاتو صدمه وشالا لنصفي، بقى ناعس في الفراش واحد المده. صحاب الشيكات ولاو كل مره كيدقوا علينا، كنتصلوا بالشريك ديال بابا ساد عليه التليفون. ايوا خلانا حاصلين ما عارفين شنو غادي نديرو، حتى لواحد النهار غادي يجينا حكم بالافراغ. جا الحكم من المحكمه، افراغ من الفيلا وكاع الاملاك ديال بابا، من ديور ومحلات تجاريه، كل شيء غادي يتباع. عطاونا مهله ديال 22 يوم. مشينا حاولنا ندقوا كاع البيبان، صحاب بابا اللي كان كيسلفهم ويعرض عليهم كيقولوا لينا الا غنعاونوه غير بالقليل، ما يمكنش نعاونوه في هذا المشكل. قالوا لينا الا بغيتو شي دواء ولا شي كونترول ولا شي حاجه عنده حنايا غنعاونوه، ما كاين حتى مشكل. سدوا البيبان في وجهنا وظلمت الدنيا في عينيا. كنشوف بابا، بابا الحنين مرض، الراجل اللي كان قوي وبخيره وراسو ديما مرفوع، ترزا في صحته وكيضيع بين يدينا، وراه ناس دابا في الركنه مسكين. عمرني شفت دمعته نازله. حتى لواحد النهار كنقول له بابا راه غنتحولوا وراه غنعوضك يا بابا، قريتيني وغادي نبين لك حنتي يديا، غير رجع كيف كنتي وما تضعفش. مسكين بقى كيجاوبني غير بعينيه، حيت حتى الهضره لسانو تعقد، ما بقاش كيهضر بالصدمه. اما ماما مسكينه كتحاول تكون قويه وتوقف بجنب بابا وتبين ليه بلي هاد الشيء اللي واقع ماشي شي حاجه، غمامه ودوز. اما خوتي الصغار فهما ما عارفين والو وما فاهمين حتى حاجه في هاد الدنيا، غير كيسولوا على بابا ويمشيو يجريو ويعنقوه ويبوسوه. ايوا داز 22 يوم. فلوس ديال الشيكات كانت كتيره بزاف، جاو داروا الحجز على الفيلا وكاع الاملاك اللي في سميت بابا. الحاجه اللي بقات هي واحد لابارتمون صغيره ديال ماما، حيت كانت في اسم ديالها وكان عندها شي ذهب باعته. هو باش كنا عايشين واحد المده ديال 6 شهور. عائلة ماما مره كيعاونونا، وليت كنحس شنو هو الجوع وشنو هو تمشي تشد الطوبيس للكليه. ما كنتش كنركب الطوبيس، عمرني عرفت شنو هو الطوبيس، شنو هو الزحام ديال الطوبيس، ولا نهز الهم واش ندير لاكارت ديال الطوبيس ولا نخلص بالفلوس. داكشي ما كنتش كاع كنفكر فيه في حياتي. ايوا وحتى من البوليكوبات كنبغي نشري غير الدروس باش نقرا، كنلقاهم غاليين عليا، لدرجه شي ايامات وليت كنطلب الدراري والبنات اللي كيقراو معايا يسلفوني المطبوعات باش نمشي للدار ونكتبهم في الدفتر، ونبقى سهرانه الليل كامل وانا كنكتب. تكيعواجوا ليا صبعاني حيت ما كيكونش عندي باش نشريهم،
حيت بابا يلا كان تكافاو ليه مع دواه والفحص ديال الاطباء. انا كنت متبعه العلوم، كملت ديك الاجازه غير بالتحنسير والبكا ديما كل ليله وفي الصباح كنت كنفيق قويه واخا هكاك باش حتى انا نكمل ونفرحهم بشي خدمه ونعوضهم ولو غير بشويه على اللي وقع ليهم. ايوا تيدوزو الايام وحياتي كترجع للور، حتى من صحاباتي اللي كنت كنعرفهم واللي كنت انا كنصرف عليهم في الخرجات تقلبوا عليا وما بقاوش كيجاوبوني. عرفونا درنا فايت، ما بقيتش خدامه ليهم، زعما خايفات لا نقول لهم عاونوني ولا نتسلف من عندهم. وليت كنقول مع راسي فين كليام، لدرجه وليت كنتلاقى معاهم بطوموبيلتهم. كاينه اللي كتقول لي مالك يا صاحبتي اش هاد الحاله وليتي فيها؟ ايوا حتى داك باباك ما دار فيها ما يصلح، كون كان مطور كون بعدا دار لك شي حاجه بسميتك، وليك ما يكون مخلويد وجابها في راسو. كنبقى انا غير كنشوف، كاينه اللي كندور فيها وكتبقى تضحك وتقول لي ايوا غير قلت لك وصافي. المهم الاستهزاء والحقره والظلم، ما عرفوش بابا كيفاش توقعت لي هاد المشكله، وما عرفوش باللي صاحبه هو اللي ظلمه. المهم ماما وبابا كان بين ليهم باللي راني قويه واخا واصله فيا العظم. شديت الاجازه وبقيت كنقلب على خدمه كل شيء اللي مشيت عنده، يا اما يطلب لك التليفون ويبغي رونديفو قبل ما يقبلك حيت ما عندي تجربه، تيقول لك ما عندكش اكسبيريونس في الخدمه، ولا يقول لك دابا نعيط لك ويشد السي في ويدير فيه قشور الزريعه. اكثر شي برهوشات كتكون في الريسبسيون كتعطيها السي في كتطلع وكتهبط فيك، وملي كتشوفي البيرو كتلقيها حاطه السيفيات عرمه ديال السيفيات، يا اما دايره فوقهم قشور الزريعه ولا دايره فوقها الطاس ديال القهوه. كنبقى غير كنشوف. واحد النهار والله الا درت فوحده قلت لها واش ما حشمتيش حاطه السيفيات ديال عباد الله معذبين عليهم وديرين ليهم فوتوكوبي ومخرجينهم وضاربين عليهم تماره باش يخرجوهم، وانتيا جالسه كتلعبي عليهم، ما حشمتيش؟ على الاقل ما تشديش السيفي. ايوا كنمشي وكنخلي داكشي. المهم بقيت كنتسنى لربما شي حد يعيط عليا من هادوك اللي دفعت ليهم. فقدت الامل، ما لقيت حتى شي واحد اللي بغى يخدمني. الاغلبيه تيقول لك الا بغيتي تخدمي خصك دوزي واحد 6 شهور حتى 8 شهور ديال ستاج عاد نشوفوا واش خدامه لينا ولا لا. ايوا انا ما نقدرش نكذبش عليكم، انا بغيت غير نتخرج او موان نخدم واخا يعطيوني غير 1500 درهم ولا 2000 درهم، ولكن حتى شي حد ما بغاش. هذاك السطاج ما كاين سطاج مخلص، يعني سطاج فابور وانت عاوتاني غتحنسري فلوس ترونسبور وشحال من حاجه. المهم قلت غادي نمشي نخدم في اي خدمه فاش ما كان. فعلا داكشي اللي درت، خدمت في الفاست فود. ايوا خدمت سربايه. هنا غادا تبدل حياتي عاوتاني الكتر، تحرش وشحال من حاجه، ولكن راكم عارفين يتحرش بك اللي كان الا درتيه في بلاصتو راه ما غاديش يقدر زعما يطاول عليك ولا يزيد مازال يتحرش. المهم انا بقيت خدامه على راسي ودايره، يعني زعمت وخدمت وضربت تماره. تما تعرفت على واحد البنت ما كنتش عارفه انها بنت الليل، ولات صاحبتي ولينا ديما الخريج. حتى لواحد النهار قالت لي تبارك الله انت غزاله وباينه فيك بنت نقيه وبنت لاباس عليهم، ما بيناش فيك محتاجه لهاد الخدمه. قلت ليها راه غير ظروف وصافي. قالت لي والو غتعاودي ليا. بقيت كنعاود ليها، عاودت ليها كل شيء. قالت لي شوفي، قالت لي الا بغيتي دغيا تطلعي وتعتقي عائلتك وخوتك يكملوا قرايتهم انا نوريك شنو ديري وما تخافي من حتى حاجه، غير سمعيني وكوني قافزه. قلت لها شنو ندير؟
قالت لي انا عندي جوج صحاباتي كنخرجوا غير جالسات، كنجلسوا في الطبله ايوا كنصبوا على هذوك الناس اللي لاباس عليهم وكيشربوا وهذا. وراه شوفي راه تما جميع الاجناس، جلسه في البار كتخليه حتى يشرب وتاخدي الفلوس وكاين اللي كيعطيك الفلوس وتمشي في حالك. وكل مره خصك تبدلي الستيل ديالك وتبدلي اللوك ديالك، حتى من الشعر حتى من كل شيء. بقيت كنشوف فيها والدموع نازلين من عينيا، كنفكر وكنقول واش انا نمشي معاهم؟ ويلك غادي ندير شنو؟ غادي نقول لماما؟ شنو غادي نقول لبابا؟ ولا جاب الخبار؟ الا ساقوا الخبار؟ الا شافوني الناس اللي كيعرف، حيت بابا كان معروف تما. شويه لقيت راسي الخدمه اللي انا فيها يعني ما كان نقدش انني نصرف على عائلتي بداك الشيء اللي محتاجينه. قررت انني نمشي معاها وقلت لها شوفي ياك ما نخاف والو على راسي. قلت لي شوفي انا ضامنه لك ما تخافي حتى حاجه على راسك، حنا غنحضيوك وحنا غنكونوا معاك، غير كوني هانيه. انا الصراحه ثقت في ديك البنت. المهم مشيت معاها وتلاقيت مع البنات صحاباتها ومشينا. فعلا كان اللي غير كتجلسي معاه كيعطيك فلوس من بعد ما كيسولك على اشنو جابك لهاد الطريق، وكاين اللي كيبغي يستغلك قبل ما تشدي الفلوس. ولكن صحاباتي عارفين كل واحد وتيوصيوني ورادين ليا البال، حيت ما بغاونيش نفقد شرفي مع هاد الدياب. دازو ايام وشهور، صراحه جمعت فلوس كتيره، عمر شي حد ما خدا مني والو. تعلمت الكذوب وتحريميات، كل شيء تعلمته مع الوقت. تعلمت كيد ننسى، واخا ما كنت كندير معاهم والو من غير الضحك. مره وليت كنشرب معاهم الشيشه ونعاود ليهم النكات ونبقى غير كنضحك. كل نهار وليت كنكره راسي، كنكره حياتي، وكنتمنى نموت ولا يعرف بابا وماما شنو كندير. واحد النهار بدا كيدور بيا واحد الولد، ولد بلادي يا حسره، اللي طيحني بالهضره والحب، حتى وليت كنبغيه. هو لاباس عليه ولكن زهواني وعزيز عليه الصغير والنشاط. كان ولد عائله معروفين، عندهم شركات واملاك، يتهلا فيا، فلوس، كادويات، كل شيء. حتى لواحد النهار مشيت معاه غير نسهرو، قال لي والله ما نقيسك، بغيت غير نبعدو على الصداع. وحتى صحاباتي قالوا لي وياك ردي البال منه، راه هذاك خطر، راه شحال من وحده ضحك عليها. انا الصراحه ثقت فيه ومشيت، جلسنا وشربنا عصير وتعشينا. انا داك العصير اللي عطاني شربت فيه شي حاجه، نعست وفقدت الوعي ديالي، لقيت راسي كلي دمايات. هو جالس كيكمي، فقت كنبكي وكنغوت. قال لي انا ما كنتش عارفك بنت، سمحي لي. قلت لي سمحي لي؟ واش كتضحك عليا؟ سمحي لي بالهضره، انا خرجت مع شحال من واحد ونصبت عليهم بلا ما يقيسوا مني شعره. وشكون اللي حرمني من اغلى حاجه؟ ولد بلادي. وانت عارف قصتي اصلا، ولاش وليت هكا؟ قلت لي ما سمحت لك، انت دابا غتكون سبابي باش نكون بصح بنت الليل. قال لي لا، انا بغيتك وانا ندمان على هذا الشيء، وغادي نصحح الغلط ديالي من غدا الا بغيتي. هزيت صاكي وخرجت، ما متيقاش شحال مكلخه، وغادا وكنضرب فراسي ونطرش فراسي. مشيت مسحت دموعي ودخلت دوشت ونعست. الغد ليه اتصل بيا، قال لي وجدي راسك راني غادي نجيب والديا وغنجيو انا ومالي نضطر نخطبوك. قلت ليه كيفاش؟ واش انت متاكد؟ قال لي انا متاكد 100%. صراحه انا ما تيقتش، فرحت، واخا الفرحه كانت ناقصه. فرحت حيت غادي يسترني، كنبغيه، ولكن كرهت النهار اللي تلاقيت معاه. والمهم كما قلت لكم الفرحه ديالي جات بهذه الطريقه اللي هي خايبه، ولكن جاب لي الله اللي ينقذني من طريق الليل.
اول حاجه درتها مشيت صليت وطلبت الله يغفر ليا، ومشيت علمت بابا وماما، علمتهم وفرحوا. بابا ولا كيهضر وكيتحرك وكيتمشى واخا معكل، ماشي بحال الاول. المهم وجدنا كل شيء وجاو باباه وماماه. باباه كان كيعرف بابا من زمان، فرح حيت غيتناسبوا، بقى كيصبروا على اللي وقع له. ايوا درنا العرس وعرضت على صحاباتي اللي عرفت في ديك الطريق ديال بنات الليل. فرحوا ليا مساكن، ما عمري نسى خيرهم حيت ما باعونيش وكانوا خايفات عليا. دوزنا شهر العسل في تركيا. راجلي ولا ضرياف وما بقاش عنده مع دوك البلايص، ما بقاش كيسهر بزاف وما بقاش كيمشي للبيران. بدلنا نوامر ديالنا بجوج وكل واحد دار نمرة جديدة. المهم ولا مهلي فيا ولا دايها فيا ودار لي طوموبيل ودابا راني حاملة. المهم البنات صحاباتي اللي كاينين في ديك الطريق دابا كنتمنى ليهم يسهل عليهم الله ويفرج عليهم والهداية يا ربي. انا اللي بغيتكم تعرفوا البنات، ما عمركم تطيقوا تمشيو مع شي حد لشي دار واخا يكون كيقطر لك من عينيك، واخا يهضر حتى يعيا ويبغيك ويموت عليك. شدي في راسك وفكري في عائلتك وفي اللي خلقك، وفكري باللي انت اللي غادي تضيعي ماشي هو. الراجل يدير اللي دار، ما عمر شي حد كيلومو، ولكن انت كتبقاي ديما مرا وديما بنت اللي غيلوموها عباد الله. انا وقعت لي اللي وقعت لي هاد الواقعه وسلكت منها. ما غاديش نقول لكم سلكت، ولكن الفعله واللي دار لي هاد المشكل نتزوج بيا حيت بغاني ربي نتستر، واخا انا ما بغيتش نتزوج بهاد الطريقه. سلكات لي الجره وتزوجت بالشخص الفعله. اما كاينين بنات مساكن اللي كنت كنتلاقاهم وكنعرفهم، سببهم كان ديب بشري اللي كان تيضحك على بنت الناس وتيوعدها بالكذوب ويوعدها بالزواج غير باش يدي داكشي اللي بغا، وفي الاخر ملي كتقول له اجي تزوج بيا كينكرها ويمشي يتزوج شي وحده اخرى اللي ما عمرو عرفها ولا قاسها. المهم كنتمنى تستافدوا البنات وتاخذوا العبره من هاد وماشي غير البنات اللي بغيتهم ياخذوا العبره من هاد القصه، بغيت حتى العائلات اللي مزوجات، حيت ملي كيخرجوا البنات وكيهضروا مع الرجال في البيران في اي بلاصه راه كيكونوا بعد الخطرات رجال مزوجين، وكتلقاه ما كيخسرش على عائلته حتى درهم. الا كيخسر غير فلوس ديال الماكله ديال داكشي اللي الضروريات وصافي، ولكن كيخسر على البنات ديال الليل فلوس صحيحه. اللي كتلقاه وكتهضر معاه كيبقى كيعاود ليها على المراه ديالو، كيعاود ليها على ان المراه ما كتديهاش في راسها، ما كتهتمش بيه، يعني صافي غير تزوجت صافي ما بقيتش انا غنديها في راسي. تيبان ليها راسها زعما راها صافي تزوجات صافي بوان باغ، يعني سالينا تزوجت يبغيني كما انا باغياه كما هو، حتى انا غيبغيني كما انا، وانا راه كنضرب تماره ديال الدار وكنجمع هنا وندير هنا وما عنديش الوقت والدراري وهذا. شوفوا العيالات، هذه نصيحه من بنت الليل اللي كتقول لكم ديوها في راسكم، تهلاو في ريوسكم، ديما تهلاي في الانوثه ديالك، ديما باني زوينه واخا تكوني والده واخا تكوني مزوجه به سنين، ديما ديها في راسك وتهلاي في راسك وما تخليش من جهدك. كاين شي رجال الله يهديهم اصلا هما زايغين، ولكن كوميم غير ديها في راسك وغادي تشوفي النتيجه، وغادي تشوفي بلي داك الراجل والله راه كنتي حسن من هاديك اللي خارجه معاه، اللي نقولوا ما مزوجش بها وتقدر تكون مصاحبه معاه، راه كنتي حسن منها في كل شيء، تقدري تكوني احسن منها فعلا، ولكن غير تهلاي في راسك وتهلاي في راجلك وفي عائلتك. الشغل ما كيتقاضاش، ولكن غير تسالي شغلك دوري بالحاله. كنتمنى لكم السعاده
خوتي وخواتاتي اللي مزوجين واللي ما مزوجاتش الله يسهل عليهم، وحتى البنات اللي كتبت عليهم انهم يخرجوا لديك الطريق كنتمنى لهم الهدايه، ونتمنى لهم يتزوجوا ويفرحوا في حياتهم وينساو عليهم الماضي. يا ربي امين. كنتمنى تشاركوا معنا في القناه الاخوه والاخوات المستمعين ديالنا باش تكبر هذه القناه، وديما ان شاء الله الجديد ديما نحطوا لكم قصص جديده. كنشكركم بزاف بزاف على المتابعه، وكنحبكم بزاف من اعماق قلوبنا. الى اللقاء مع قصه جديده. شكرا لكم.